قد ايه هشة وطرية وخفيفة، وكمان مش قادرة اقول لكم قد ايه الصوص بتاعها طعمه خطير جدا. بسيطة جدا واقتصادية كمان. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. الكيكة بتاعتنا قطع من الجاتو وخفيفة جدا. معانا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، كيس فانيليا، وهنضيف عليهم نص كوباية سكر، وبعد كده هنضربهم كويس جدا لحد ما السكر والبيض يبقى فاتح معانا. هنضيف عليهم نص كوباية زيت، وبعد كده هنضربهم ضربة خفيفة، ونضيف عليهم كوباية من الحليب. بعد كده هنضيف عليهم 3 معالق كبار من الكاكاو، وده كاكاو خام اسباني. كاكاو اسباني وده احسن كاكاو ممكن تستخدميه في اي كيكة معاكي. بعد كده بقى هنضربهم كويس جدا، وهنضيف عليهم كوباية ونص من الدقيق، وطبعا الدقيق بتاعنا يكون منخول. وبعد كده هنضيف عليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنضربهم كويس جدا، وينفع نضربهم في الخلاط او بالهاند بلندر او بالمضرب اليدوي. والقوام بتاعنا مظبوط جدا والمقادير مظبوطة جدا. صينية ومدهونة سمنة، وبعد كده هنحط الخليط بتاعنا ندبه دبتين وندخله الفرن على درجة حرارة 180. تعالوا نحضر الصوص بتاعنا. وده كوباية وربع من الحليب، هنضيف عليه 3 معالق كبار من السكر، وكمان هنضيف عليه معلقتين كبار من الكاكاو، وكمان هنضيف معلقة كبيرة من الكريم كراميل. دي بودرة الكريم كراميل هناخد منها معلقة كبيرة. بعد كده هنضيف معلقة كبيرة من النشا، وهندوب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه وهنرفعه على النار. وطبعا معلقة الكريم كراميل دي اختياري، لو مش حباها ممكن تستغني عنها، بس هي بتدينا حلو، الريحة حلوة قوي ونكهة وطعم حلو جدا. بعد كده بقى هنرفعه على النار. والكيكة بتاعتنا خلاص طلعناها من الفرن، سيبناها لحد ما هديت معانا بقت دافية كده. هنسقيها بنص كوباية لبن، وطبعا اللبن لازم يكون بارد. بعد كده بقى هنرجع للصوص بتاعنا. دلوقتي تلاقيناه بقى ابتدى يغلي معانا وابتدى يتقل معانا. هنضيف عليه مكعب زبدة كبير كده. وكمان هنجيب بقى الصوص بتاعنا وهو سخن كده، وهننزل بيه على الكيكة على طول. بجد حلوة جدا وسهلة واقتصادية، وزي ما انتوا شايفين كده خفيفة جدا وهشة بطريقة مش طبيعية. بعد كده بقى هنرش رشة كده بسيطة من الكاكاو، وهتاكلي احلى كيكة شوكولاتة وهي سخنة طعمها خطير، وهي باردة اطعم من الجاتو. بجد حاجة كده وهم، وطرية جدا وهشة، والمقادير مظبوطة جدا على الشعرة. يعني هتمشي على المقادير وان شاء الله هتطلع معاكي ناجحة جدا، وانا واثقة ان كل اللي هيجربها هتعجبه وهتنجح معاه بإذن الله. طبعا الكيكة دخلناها الفرن على درجة حرارة 180، فرن يكون سخن قبلها ب5 دقايق بس، في الرف المتوسط. وبعد كده هنسيبها نص ساعة، ما نفتحش عليها قبل 30 دقيقة. هتطلع معاكي احلى كيكة بجد هتاكليها. وسهلة زي ما انتوا شايفين كده، بسيطة جدا، والصوص بتاعها خفيف جدا زي ما انتوا شايفين كده. جربوها هتعجبكم جدا. صحتين وألف هنا يا رب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وكمان المتابعة.